السابليه من نواعم العيد المميزة، هنعمله بطريقة سهلة قوي. هنا معانا كيلو الا ربع دقيق، يعني 750 جرام بالظبط دقيق، عليهم كوبايتين سكر بودرة، وياريت نشتغل بالجرام علشان النواعم بتبقى حساسة شوية. وهنقلبه تقليبة كويسة كده مع بعضه. واللي يقولك ان السابليه بيتحطله بيكنج باودر اطلع يجري، السابليه مش بيتحطله بيكنج باودر. 750 جرام دقيق دول هياخدوا نص كيلو زبدة بالظبط، 500 جرام. الزبدة تكون ساقعة بس في نفس الوقت طرية، يعني لما نعجنها بايدينا كده تتعجن عادي. هننزل بيها على الدقيق وهنفركهم مع بعض الاتنين كده، وياريت نلمها بايدينا لان درجة حرارة الايد بتظبط السابليه لحد ما تبقى بالمنظر ده كده. ومعانا قصنص حليب، قصنص الحليب ده للسابليه وللبسكويت وللبيتيفور بيبقى تحفة. ومعانا 2 بيضة هنحط عليهم معلقة فانيليا ومعلقة قصنص حليب، وهننزل بيهم على العجينة ونلمهم لحد ما تبقى العجينة متماسكة، وناخد منها كورة كده نشكلها، وناخد منها كورة ونضغط عليها، لو ما شققتش يبقى كده العجينة مظبوطة. هناخد جزء من العجينة هنفرده بين ورقتين زبدة او كيسين تلاجة، اي حاجة موجودة. ومعانا القطاعات، اي قطاعات عندك استخدميها عادي مفيش مشكلة. ونخليها بسمك 1 سنتي، مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي. ونبدأ نشكل بالقطاعات كده زي ما احنا عاوزين، بقى الاشكال دي براحتنا. ولو لقيتي العجينة معاكي طرية زيادة عن اللزوم ومش قادرة تشكليها وتتحكمي فيها، لميها تاني وحطيها في التلاجة نص ساعة قبل ما تشتغلي فيها. اي قطاعات عندك، اي اشكال، السابليه ليه 500 الف شكل و500 تزيين، زي ما انتي عاوزة تعملي اعملي، فنني بقى براحتك خالص. وفي قوالب الطرط الصغيرة دي بتعمل فيها السابليه برضو، بتتحشي جناش بتبقى تحفة. وهنرفع بالكيس كده ونسحب الواحدة بالواحدة كده ونرصها في صاجات بكل سهولة، الموضوع مفيهوش اي صعوبة. ونرصه في الصاجات كده وندخله الفرن على درجة حرارة 160 او 170. الرف اللي في النص الفرن شغال من تحت بس لحد ما يبقى بالشكل ده، بلاش نغمقه قوي. كل واحدة طلع نفس المقاس اللي دخلت بيه طلعت بيه، علشان ما بيتحطلوش بيكنج باودر، لو اتحطله بيكنج باودر هيفرش في الفرن. وكمان هنشكل قوالب الطرط الصغيرة دي بتبقى حلوة قوي قوي في السابليه، ونخرمهم بالشوكة علشان ما ينتفخوش في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. مش هنبدأ تزيين قبل 6 ساعات مثلا. تعالوا نعمل الجناش الشوكولاتة هيبقى نص كوباية لبن، نص كوباية كريم شانتيه، معلقة او معلقتين سكر على حسب انتوا بتحبوا التحلية بتاعة الشوكولاتة عالية قوي ولا لا. وهنقلبهم تقليبة كويسة مع بعض، وهنرفعهم على نار ياخدوا غلوة واحدة بس، يعني مجرد ما يغلوا هننزل عليهم ب200 جرام شوكولاتة، اي نوع شوكولاتة انتوا بتحبوه، مش شرط نوع شوكولاتة معين. هننزل عليهم كده بالشوكولاتة، هنرفعهم على النار تاني بس على نار هادية قوي، ياخدوا بس غلوة وتقليبة والشوكولاتة تسيح مع بعضها كده. هوريكم شكلها دلوقتي بالظبط كده. هنغطيها بكيس تلاجة وهندخلها التلاجة، قوامها هيتقل وهتبقى زي الكريمة التقيلة كده. هنسيح شوكولاتة بقى للتزيين. هنا برضو قالب 200 جرام عليه معلقتين كبار زيت، هنسيحهم على بخار مية او في الميكرويف زي ما انتوا عاوزين. وهنعمل برضو شوكولاتة بيضة، وهنبدأ نزين بقى اي تزيين انتوا عاوزينه. فنني بقى اعملي الاشكال، اي اشكال في دماغك. السابليه ليه اشكال كتير قوي في التزيين، هنعمل منهم النهاردة يعني شوية بس. عامة يعني اي تشكيل او اي تزيين للسابليه هيبقى حلو، المهم الطعم. هنا بسكوت اوريو انا طحناه، بسكوت لوتس، وسيحي شوكولاتة دارك وشوكولاتة بيضة، واعملي جناش وعيشي بقى فنني زي ما انتي عاوزة. وهنا انا كنت حاطة السابليه في علب
وما اشتغلتش في تزيينه غير تاني يوم، يعني انا عاملاه بالليل، تاني يوم بدأت ازينه. وده الصح على فكرة، مش اقل من 6 ساعات علشان تبدأي تزيني السابليه ويكون في علبة مقفولة كويس. مش مكلف خالص وطعمه خطير عن تجربة، انا مش اول مرة اعمله، بعمله دايما بالطريقة دي وبيبقى احلى بكتير والله من بتاع بره. يعني طعم وريحة وتزيين، حتى الشوكولات اللي انتي بتستخدميها بتبقى عارفة انتي مستخدمة ايه وبتجيبي النوع اللي انتي بتحبيه، فالموضوع بيبقى مختلف بصراحة. وريحته في البيت تحفة، وقصانص الحليب يا بنات بيخلي له ريحة حلوة قوي. وقت التزيين بس نشتغل على اكياس تلاجة او ورق زبدة علشان الشوكولات لما تبرد وتجمد تخرجي السابليه من غير ما تبهدليه، يعني يبقى متماسك وشكله كويس. وهنا جانش الشوكولاتة بعد ما قعد في التلاجة ساعتين مثلا تماسك وبقى كريمي خالص اهو، عشان نحشي بيه التارت اللي احنا عملناه. بصولي على الحلاوة والجمال بقى، بجد خطير، والطريقة دي تحفة، اعتمدوها بجد، من انجح الطرق للسابليه واحلى برضو من بتاع بره بمراحل.